السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم الباط الثالثة امريكان، درنا نيويورك ستايل، درنا شيكاغو. اليوم ان شاء الله غنديرو كاليفورنيا. المقادير، طريقة العجن، كيفاش غنديرو، مدة الراحة وشنو الفرق بينها وبين العجائن الاخرين. بالنسبة للفرق اللي بينها وبين الاخرين، هما لاباط امريكان كامله باش كتبتاز كتحس بانها كريسبي. هادي واحد. جوج، لاباط حلوه ومقرمشه. هادي نوعيه ديال الطحين اللي كتكون فيها ديال البيتزا، ولكن كيزيدوا شي اضافات زيتون الدقيق الكامل، كيزيدوا السيليمون هنا على سبيل المثال. هادي واحد. لاباط نيويورك هي اكبر باط في امريكا. لاباط شيكاغو اكثر اللي معروفه فيها هي الديب ديش، كتكون فيها جوج طبقات وكتجي بواحد السيركل، يعني كتخرج كبيتزا كتدخل بحال شي طار. لاباط ديال كاليفورنيا باش معروفه تشيكن، هما الوحيدين، هما الاولين اللي داروا ديك الفكره ديال باربيكيو في بيتزا، والتشهرات ديالهم لاباط اللي مشهوره بزاف ولا البيتزا اللي مشهوره بزاف ديال كيتشن. لاباط بيتزا كيتشن ولا لاباط بيتزا تشيكن باربيكيو سامر. دابا طريقه التحضير، المكونات. شنو غنحتاجو في المكونات؟ غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، ولكن غادي نفرقوها على جوج، 100 بوحده و500 بوحده. من الاحسن ديروا جوج انواع ديال الدقيق، واحد 100 غرام ديروها دقيق كامل، و 400 غرام ديروها دقيق ديال البيتزا 00. بالاضافه الى 10 غرام ديال العسل، 10 غرام ديال الزيت، 3 غرام ديال الخميره الجافه، 6 غرام خميره طبيعيه. والملحه غادي نحتاجو 7 غرام. سامر. دابا طريقه العجن شنو غنديرو واحد الحاجه بسيطه. غنشدو هاد 100 غرام ديال الاخر، غنزيد الماء، غادي نحتاجو 370 غرام، 370 كما كتشوفوا معنا هنا. غنشدو 100 غرام ديال الدقيق، نحطو عليها 100 غرام ديال الماء، نزيدو عليها 5 غرام ديال العسل، لان العسل نقسمو على جوج كميات، 3 غرام ديال الخميره. نخلطوهم ونخليهم يرتاح واحد الريست واحد لمده 10 دقائق. انا غنصايبو بوليش ولكن البوليش سريع، نديرو التخمير الاولي لواحد دقيقه، ومورا نخلطو المكونات، نزيدو الدقيق، نزيدو الاخر. الملحه كتبقى هي في التالي. شوف نقول لكم ديما عمركم تخلطوا الملحه والخميره، ما كيتحاولوش. هذه واحد. ثاني حاجه، الزيت والخميره كيسخنوا العجين، سيروا قلبوا عليها مزيان. من بعد غنعطي لكم الشرح مبسط علاش كنخلي الزيت هو التالي وعلاش الملحه ما كنخلطهاش مع الخميره. الملحه كتبقى التالي هي والزيت، ولا ديرها الاول عادي، ولكن ما تخلطهاش مع الخميره باش التفاعلات يصدقوا، باش طبقه البروتين تخوانا نيشان. صافي. غنصايبو البوليش ديالنا ولا التخمير الاولي، من بعد نخليو واحد 10 دقائق يرتاح، نزيدو الطحين، خلط، زيد الماء، خلط، زيد العسل، خلط، زيد الملحه، خلط، زيد الزيت، خلط. والماء كيمشي تدريجي. من بعد ترتاح واحد المده، اللي مع الفيديو غنقول لكم المده اللي ترتاح، من موراها تقص. سامر. دابا غنصايبو التخمير الاولي، ولا غنصايبو واحد البوليش اللي سريع المفعول دغيا. نحطو 100 غرام ديال الدقيق، 15 غرام ديال العسل، 100 ملم ديال الماء. العسل كنقسموه على جوج، والماء كنقسموه كنحيدو منه من ديك 370 غرام كنحيدو من واحد 100 غرام، و500 غرام ديال الطحين كنحيدو منها واحد 100 غرام. دابا كنخويو ديك 100 ملم كما قلت لكم، وكنخلطو مزيان الخليط ديالنا حتى يعطينا واحد القوام بحال الكريمي. كتبقى تخلط مزيان. واحد الحاجه، اون فوا كتخلط ما تخليش الخليط ديالك يولي سخون، يعني خصو يكون في واحد درجه الحراره ديال الغرفه باش يتفاعل معاك مزيان. كتبقى تخلط مزيان مع الجوانب كامل كومبلي. هاد المره درت لكم بسرعه بطيئه باش تشوفوا العمليه كامله. صورت لكم الفوق حيت بزاف ديال الناس كتقول كتصور مع الجن ما كنشوفك شنو كدير. وخدمت بالمعلقه كنخلط جميع المكونات، خصهم يدخلوا في ديك الخليط. خصو يوليك واحد الخليط ما يبقاش محبب، يكون جميع المكونات داخلين فيه كامل. اون فوا يوليك واحد الخليط كريمي كنخليوه يرتاح لمده ديال 10 دقائق، مده 10 دقائق باش ديك التفاعلات كومبلي يكونوا فيه. كما كتشوفوا معنا الخليط غادي وكيتجانس بشويه بشويه. كتبقى تخلط جوانب كامل، كتهز من التحت وكدور الفوق، كتهز من التحت وكدور الفوق باش يولي عندك واحد الخليط كريمي ديال بصح. وباش كتعرف بلا الخليط ديالك مزيان، عندك اما تخلطو بالمعلقه، ما تخلطو بالخلاط اليدوي
اما تخلطو بلا ماشين ما كاينش الفرق، غير واحد الحاجه ما خصوش يسخن. كما كتشوف كتخلط وكتطلع كتشوف واش ولا كريمي ولا لا كما كتشوفوا معايا، ونخليوه يرتاح 10 دقائق. من فوق دوز 10 دقائق على ديك البوليجين ولا التخمير الاولي كنضيفو المكونات كما كتشوفوا هو ولا كريمي كما كتشوفوا في المعلقه، وما بقاش سائل بزاف ولا لاجيس. هكا التخمير ديالنا ولا مزيان. بعد ما دازت 10 دقائق كنضيفوا المكونات 400 غرام ديال الدقيق كما كنحطلاش، كنخلي واحد شويه باش نزيدوه من بعد كنزيدو العسل اللي كنا درناه في الاول، درنا 5 غرام في الاولاني و5 غرام غنديروها دابا في العجينه يعني في الخليط الثاني، وكتبقى تخلط حتى كيتجانس لك داكشي بحال كتصايب شي بيكه. من فوق كتزيد الاخر كتخوي الماء تدريجيا، الماء خصك تخويه تدريجيا كما كتشوف. من بعد كدير شويه يديك فيها الدقيق وكتبقى تعجن. من موراها كتزيد 7 غرام ديال الملحه. من فوق كتزيد 7 غرام ديال الملحه، كتزيد في اخر كما كنقول في اخر الاشياء كتزيد الزيت وديك الدقيق اللي بقى لنا الفوق كتزيدو من الفوق كما قلت لكم خليوه شويه. كتزيد الزيت ديك 10 غرام ديال الزيت صافي كتبقى تعجن مزيان تخلي حتى شي حاجه في ديك البلاصه فين كتعجن باش المكونات كاملين يدخلوا لك. من بعد ديك الدقيق كترش شويه من الفوق وكتخليه يرتاح لمده ساعه. العجين ديالك يرتاح لمده ساعه. ينفع يرتاح لمده ساعه من بعد عاد تقسمو وتقدر ديرو حتى شي حاجه صافي. اون فوا كنزيدو عليه الدقيق من الفوق كتصايب العجين ديالك كتغطيها بابي سلوفان. دابا غنخليوها ترتاح تطلع بابي سلوفان كما كتشوفوا. رميت عليها واحد 10 غرام من الفوق ديال الدقيق باش تبقى شاده راسها مزيان. المهم لاباط كادير الفورنيه الشكل ديالها يعني الشكل ديالها كتكون بحال نابوليطان، غير واحد الحاجه نابوليطان هكا العلو هي هكا ملي كتسرحها الحروف كدور عليهم غير هكا بشويه تخلي الحروف هكاك وكتجي كريسبي ديال بصح اون فوا كتقطعها كتما قرشتش. هادي واحد. جوج التعميره ديالها راه قلت لكم كيفاش باش مشهوره بالشيكن باربيكيو في لاباط الفوق وفورماج ضروري. كاين اللي ما كيديرلاش فورماج. دابا هادي نخليوها ترتاح غير واحد الساعه نوريكم كيفاش تقسموها. من بعد تشوفوا النتيجه النهائيه تما يكون الفيديو ديالنا تسالى. اما طريقه العجن شفتوا درنا البوليش ولا التخمير الاولي حتى كورس لا دوز مده طول كيعطي واحد المفعول اكثر. كاين هذه يعني طريقه اللي كديرها في الدار دغيا. اما بغيتي ديرها ما ديرهاش دير ديك الكميه اللي درت في الاول خليها تبات بين 18 ساعه حتى 24 ساعه راه ديجا درت البوليش كيعطي واحد اللوغو زوين في العجينه. اما حتى هذه كيعطي واحد اللوغو زوين. كدير واحد التخمير الاولي كتصبر عليه واحد 10 دقائق. من بعد كتزيد المكونات كما شفتوا معايا تدريجيا الخميره العسل الماء تدريجيا الملحه الزيت هو الاخر. العجين كملت العجين ديالي باليد قلت تكملوا بالمعلقه انا كبر باليد يعني دغيا باش ما نطولش الفيديو عليكم. من بعد جمعتها مزيان مع الاطراف ما خليت حتى شي حاجه في الاطراف. رميت عليها شويه ديال الدقيق كما كتشوفوا سلفتها خليها واحد الساعه درجه حراره الغرفه. واحد الحاجه على الماء ما قلتها لكمش، الماء من الاحسن يكون دافي ماشي بارد ماشي سخون، يكون دافي مع الجو دابا ديال الشتاء احسن يكون دافي. صاماش نتلاقاو مع واحد الساعه. بعد ما دازت الساعه هاي العجينه ديالنا كما كتشوفوا غنشوفوها من الفوق كي دايره وتما نقسموها يكونوا فيها واحد الطبقه ديال الكلوتين نجمعوا لها الاطراف ديالها واحد شويه ونقسموها تشوفوها مزيان. من بعد ما دازت ساعه كتشوفوا العجينه ديالنا بلا توسعات خمرت شويه كما كتشوفوا لاحظتوا بانها تكونات. وهاد العجينه انا درتها رطبه يعني فيها نسبه الماء زايد يعني تقريبا 70%. كما كتشوفوا الاستيك يعني ماشي قاصحه وسهله في الخدمه كما كتشوف اني كتوسع غير بوحدها. من بعد الطريقه ديال الجمع كتجمعها بحال هكا الوسط عاوتاني كتقلب
عاوتاني نفس العملية. هذه احسن طريقة باش تدلك العجينة. تقدر تخلي ديرها هكا وخليها ترتاح. انا باش ما نطولش الفيديو باش ما نبقاش طول الفيديو من بعد ندير لكم فيديو تفصيل على هذا الشيء. صافي اون فوا كديرها هكا كتخليها ترتاح. انا قسمتها ديريكت وتشوفوا القوام ديالها كي داير من الوسط، كلها اشباك كلها اثقاب. من بعد صافي كتصايب الكرات ديال العجين ديالك كيما كتشوف. اي طريقه بغيتي غندير لكم جوج طرق، طريقه احترافيه ولا هذه اللي كتعتبر طريقه اللي اغلبيه الناس كيخدموا بها، الطريقه الاخرى السامبل اللي بحال اللي كتصايب مسمن في الدار، كتشدها وكتجمع الاطراف ديالها في الوسط كومبلي اي فوالا. انا قسمتها غير جوج كرات، تقدر تقسمها نتايا ما اكثر من 100 في الكراماج ديالها. في الريستورات كيديروا فيها 250 غرام، كتجي شويه كريسبي وعاجنه من فوق. الطريقه ديال التكوير راكم شفتيها، الطريقه ديال الفرك ديالها راه باين باش قطعناها في كيجينا التكوير، يعني بلا ميزان مع المده كيولي عندك الميزان في اليد باش تعرف هادي. فوقاش نعمرها لكم الطريقه ديال السراح ديالها مورا بيتزا دي طروا ان شاء الله. مورا هاد الفيديو انا ندير لكم بيتزا اخر بات ديال الامريكان فيهم 4، درت لكم ثلاثه، دابا درت لكم ثلاثه. هذا الفيديو هو الثالث. موراها ان شاء الله غندخل في 21 تعميره ولا 21 نوع ديال البيتزا، وكل بحال بيتزا نابوليطان غادي نمشي النوع اللي مشهورين فيهم بزاف شي 3 ولا 4. موراها ندخل بيتزا رومين شي 3 ولا 4. من موراها ندوز بيتزا كلاسيكا شي جوج مشهورين 3 فيها. من بعد ندوز بيتزا نيويورك ستايل مشهورين فيها، بيتزا شيكاغو اللي مشهورين فيها، بيتزا كاليفورنيا اللي مشهورين فيها ديال التشيكن. من بعد دي طروا كلاسيكا. من بعد ندير لكم الفوكاتشا الخبز كي تا هو داخل مع البيتزا. من بعد ان شاء الله باذن الله ندير لكم عجينه البيتزا ستايل مغربي. الطريقه ديالي غادي نعجنها، الطريقه ديالي نعمرها بالطريقه ديالي. من بعد يكونوا سالين الفيديوهات كاملين ديال البيتزا غادي ندخلوا ان شاء الله باذن الله لي صوص بنيغ 8 ولي فون بلون فون بغان فون امريكان. المهم علينا فيمي دي بواسو. نشرح لكم مزيان ونشرح لكم كاع لي صوص ميغ، صوص بيشاميل، صوص سوبريم، فيولونتي، صوص طوماط كلاسيك، كلشي صامارش. حتى لهنا الفيديو ديالنا يكون سالا. متنساوش لينا بجيم بارطاج، تلقاو فيديوهات اخرين. تهلاو.